بابا قال له هي دي يا فؤاد اللي انت بتحبها وخطفت قلبك من أول نظرة وكمان عايز تتجوزها؟ قال له لا يا بابا مش دي، شكل العنوان غلط. ساعتها دموعي نزلت. بابا قال له انتوا بتقولوا ايه؟ هي دي بنتي وهي دي العروسة اللي انتوا جيتوا عشان تتقدموا لها. وساعتها العريس قال لبابا مش هي دي اللي انا شفتها، التانية كانت بيضة وكانت حلوة قوي، انما دي. وساعتها دخلت الأوضة على طول وقفلت الباب عليا، ما قدرتش استحمل أكتر من كده. المهم أهل العريس مشيوا وأنا كنت قاعدة في غرفتي وقاعدة ضمة رجلي وببكي وبقول أنا مش وحشة، أنا مش عارفة ليه الكل بيقول عليا وحشة. وفجأة الباب اتفتح ودخل والدي، قال لي عاجبك كده؟ خليتي شكلي وحش قوي قدام الناس. قلت له أنا عملت إيه عشان تجيبي اللوم عليا؟ قال لي أنا نفسي أخلص منك بقى. قلت له عشان تتجوزها صح؟ قال لي وأنا هتجوزها إزاي طول ما أنتي موجودة؟ قلت له أنا قلت لك إني مش عايزة أتجوز وهحقق حلمي. قال لي ولحد إمتى يا عانس؟ كل البنات اتجوزت ومع عيال كمان إلا أنتي. قلت له أنا مش عانس وهخلي كل الناس تندم وأنت أولهم. وساعتها ضربني بالقلم لدرجة إني وقعت على الأرض وقال لي بكل برود بصي بقى، في واحد عايز يتجوزك وأنا موافق والفرح بعد يومين. قلت له اوعى تقولي عمو صلاح. قال لي ده مش عمك، ده هيبقى جوزك. صلاح ده صاحب بابا من أيام الطفولة، يعني راجل قد أبويا. قلت له انت عايز تجوزني الواحد عنده 50 سنة؟ قال لي طالما محدش عايز يتجوزك أمانع ليه؟ دموعي نزلت من عينيا وقلت له أنا مستحيل أتجوز واحد عنده 50 سنة. قال لي هتتجوزيه غصب عنك. قلت له انت ليه بتعمل كده؟ ده بدل ما تاخدني في حضنك وتقولي ما تزعليش بكرة يجيلك الأحسن. لو عايزين تكملوا القصة اسمها موجودة على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، لو دوستوا عليه هيدخلكم القصة على طول.